يقولون السفر في الليل قطعة من العذاب، وخاصة في اليمن السفر بين المحافظات كأنك تواجه المجهول. عبده سواق ذيب ومعروف بأنه سواق عالم، وأصلا قضى نص عمره بين طريق الصعدة والمهرة، وكان لقبه المعروف بالقناص لأنه كان ما يهاب أي شيء. وفي ذيك الليلة كان عنده حمول مستعجل من ميناء عدن، والشركة وعدته بأنه راح تكون مكافأته ذبل لو وصلها لين صنعاء، ولازم توصل قبل الفجر. شايب اسمه صالح دايم يسهر عند الفرزة في يتعز، فقال له وهو يصب شاي بلبن: يا عبده النقيل في الليل ترى موحش، والضباب نازل كأنه كفن، فوش رايك تقعد هنا لين بكرة الصباح تتوكل؟ فعبده ضحك وهو يعد المعوز وقال: الرزق يحب الخفية يا أم صالح. فوقتها تحرك بشاحنته اللي كان يسميها المرعب. وقتها عبده بدأ يطلع عقبة اسمها نقيل الإبل. الجو كان مغيم والضباب كان كثيف مرة، لدرجة حتى أنه ما كان يشوف أطراف الصدام. ولو فجأة بدت لمبات الطبلون ترمش، غمزت لمبة الزيت وبعدها البطارية، ولو تطفي أنوار القمارة كلها. فعبده استغرب وش الموضوع. حرفيا القاطرة قبل ما يروح كان مدخلها صيانة وخرجت منها سليم، فقال راح شغل راديو شوي يعني يونس نفسه، ولكن ما طلع إلا صوت وشوشة. ولو شوي يطلع من الراديو صوت حرمة تبكي وتقول: ساعدني يا عيال الناس بردان. فعبده وقتها تجمد الدم في عروقه، فعبده وقتها طفى الراديو وسحب جير القاطرة الثقيل، وهو يحاول يقنع نفسه بأنه ذا كله خيال ما هو بواقع، أو إنه تدخل موجات في الاتصالات واتصال من دري من وصل لين عندي، وهو في نص المنعطفات. واللي يحس بأن الشاحنة صارت ثقيلة، كان في 10 أشخاص ركبوا ورا، واللي يلتفت للمراية ويشوف شيء صادم. لمع خيال طويل لابس ثوب أبيض، والثوب الأبيض تحسه كذا مهتري، والشيء المستغرب بأنه كان يركض بجنب القاطرة من ورا. فعبده كذا حاول انه ما يركز وقال يمكن ارهاق او شيء كذا. والشيء اللي استغرب منه اكثر عبده بان الطريق اصلا يعني ما يمديك توقف طريق، يعني طريق ماشي، ولا شوي ويروح ريحة بخور وفاحت ريحة رطوبة في الكابينة، ولا ويحس بنفس بارد عند اذنه ويقول له: لا تسرع لا تسرع، حنا تحتك. وعبده وقتها يوصل لأخطر منعطف في ذا الطريق وتطفي الأنوار الأمامية تماما. فعبده ضغط البريك بأقوى ما عنده عشان يوقف السيارة، والسيارة وقفت، وعبده قاعد يفكر إيش قاعد يصير. فوقتها عبده طلع جواله وشغل الضوء يبغى يشوف إيش قدامه، واللي يشوف شايب كبير لابس عمامة، ومو لابس عمامة يعني عصبة، لا مغطي وجهه. والمشكلة إنه موقف في نص الخط. فالشايب رفع راسه وناظر لعبده، وعبده حط عينه في عينه، واللي عبده يلاحظ بأن عينه سواد ما في زينا بيض. فوقتها الشايب أشر له لجهة الهواء وقال له: هنا مكانك وهناك مكانك. واللي الشاحنة تهتز بقوة وبدأت تدهدر للحاوية. فعبد وقتها يصرخ: يا الله يا الله، ويحاول يدرك الدركسون، وصوت بريكات يملي صرير هالمكان، وكفرات القاطرة الخلفية صارت خلاص تلامس الفراغ. فوقتها عبده غمض عينه وقرأ آية الكرسي، وكان يصرخ بها بأعلى صوته. ولا فجأة ويسمع صوت انفجار كبير، فالقاطرة وقفت والأنوار رجعت تشتغل. فعبده وقتها فتح عينه وحصل نفسه إنه في طرف الهاوية، ما طاح، والشايب اللي كان موجود اختفى. فعبده نزل من الشاحنة وهو كان يرتجي، ولا يلاحظ عبده بأن في الصدام الأمامي كان في أحد ضغط على الموتر في الكبوت الأمامي. رجع عبده لبيته وما كان بلقب القناص أو بشيء أوضح، ما صار قناص اللي كانوا يعرفون. الرجال وقف سواقة القواطر وصار كاشير في محل، لدرجة إنه صار عنده وسوسة ما عاد يحب يسوق السيارات في الليل مرة واحدة. وبس، بدأت القصة.